مش اي حد بيعرف يعمل استراتيجي، بس لازم في الاستراتيجي والاهداف الاستراتيجيه لما تيجي انت تقراها، انت كصاحب الاكاديميه تيجي تقرا الاهداف الاستراتيجيه تستشعر ان هي دي فعلا الاهداف اللي انت عايزها. يعني هو الموضوع برضو مش اختراع، يعني هو فكره تكوين الاهداف ممكن اختراع ومتعب شويه، ولكن لما اجي ابص عليها واقراها هتفهمها. محدش يقول لك انا مش تفهمها، مفيش حاجة في الدنيا ولا علم في الدنيا لو اتشرح لك مش هتعرف تفهمه خالص، لا لو اتبسط لك هتفهمه. يعني في تبسيط فيه وفي حاجات تقدر توصل لها وتقدر تفهمها. فهو هيشرح لك الاستراتيجي، ولما يشرح لك الاستراتيجي هيمر على أهداف انت كصاحب الأكاديمية عايز توصل لها. في حاجة أبسط من كده؟ أنا عايز أوصل لكذا، هيقول لك هتوصل لده إزاي. طريقة الوصول في بعض الحاجات هتكون فاهمها وبعض الحاجات لأ، ولكن من البداية كده هتلاقي انك انت حاسس او مستشعر او فاهم، بما انك انت اشتغلت بايدك شوية، ان دي فعلا الاستراتيجية اللي بتحقق اهدافي. اكون صراحة صادق معاك، مش هتقدر تحكم عليها بنسبة 100% ولا 50%، يعني ممكن تقدر تحكم على الاشخاص بنسبة من 30 يعني حد اقصى 50% انه شغال كويس ولا لا. ولكن طبعا مع التجربة هتفهمه. طب عشان ما اجربش في نفسي واخسر، روح للناس اللي في ناس جربتهم وفي توصيات حصلت معاهم، واقعد معاهم واسمع منهم وشوف هم ازاي نجحوا، وشاور لهم على الحاجات اللي انت عايز تعملها من الحاجات اللي هم عملوها قبل كده. يبقى انت كده اختصرت على نفسك فكرة التجربة اللي هم هيجربوها فيه.